عسلامة ومرحبا بكم أصدقاء متابعي قناة أسرار مخفية. في البداية متنسوش تعملوا إعجاب للفيديو واشتراك في القناة باش يوصلكم كل جديد. كتبت المحامية إسلام حمزة إنه السيد قاضي التحقيق حامي حماة الحريات المستقل العنكوش لم يتجرأ اليوم حتى على الحضور بمكتبه والنظر في أعين المعتقلين ومواجهاتهم، بين قوسين خبى وجهه. ولهنا المحامية إسلام حمزة بالمعتقلين تقصد في راشد الغنوشي وقيادات النهضوية الأخرى والتي تم إيقافها منذ 25 جويلية. وأضافت إسلام حمزة بعد أن رماهم منذ 6 أشهر في السجن ظلما وخنوعا للتعليمات، يعني تعليمات قيس سعيد، ومن نهارتها ما شافوش وجهه، حتى أن عددا من المعتقلين عندما حاولوا فسخ تلك الليلة المشؤومة من ذاكرتهم نسوا فيما نسوا عرضيا ودون قصد ملامح وجهه. اليوم رغم أني لا أشك لحظة في يقينه من براءتهم، تقصد في قاضي التحقيق اللي هو متأكد من براءة رجل غنوشي غير شنو خايف من تعليمات قيس سعيد، فإنه خنع من جديد وقرر التمديد في فترة الإيقاف. لهنا يبدو أن المحامية إسلام حمزة ضد التيار السعيدي كما يسميه البعض.